السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ الفيديو ده النهارده مهم جدا لاي حد بيفكر ان هو يشتري عربيه ويشتغل في النقل الذكي، وللكباتن اللي كانت عامله مقاطعه النهارده للشركات عشان مش عايزه تزود الاسعار. وبرده الفيديو ده مهم جدا للعملاء اللي فاكره ان احنا لما بنطالب ان الكيلو يبقى ب 10 جنيه فاحنا كده طماعين. فانا عملت لكم حسبه بسيطه عشان نعرف ان احنا الحد الادنى اللي بنطالب بيه الكيلو ب 10 جنيه اسبابه ايه، وهل الموضوع بيبقى كسبان ولا خسران. واخر الفيديو ده ان شاء الله هنفتح التطبيق بتاع ديدي اون درايف ونعمل رحلات ونشوف العملاء بيختاروا الرحلات ازاي. بيختاروا طبعا اغلبهم باسعار بيبخس الناس اشيائها وبيحطوا اسعار قليله، فبالتالي حتى ال 10 جنيه اللي احنا بنطالب بيها الكابتن بينزل يقعد بالساعه والساعتين عشان يعرف ياخد مشوار السعر الكيلو بتاعه يكون 10 جنيه، وغالبا بيضطر ان هو ياخد بسبعة وثمانية وممكن اقل من كده. وطبعا في بقى اغلب الناس اللي مش فاهمه وخصوصا على تطبيق ان درايف بياخدوا مشاوير الكيلو فيها ب 4 جنيه، كنا بناخدها من 3 سنين ومن سنتين قبل ما البنزين يغلى 3 مرات او 4 مرات كمان. وعشان ما اطولش عليكم خلينا نضرب المثال ده على شركه ديدي ونبدا بيها. لو افترضنا ان انت كابتن النهارده وفتحت تطبيق ديدي وخدت مشوار 10 كيلو، وال10 كيلو دول عاملين 100 جنيه، هنشيل من ال100 دول 20 جنيه نسبه الشركه اللي هي ال 20%. ولو افترضنا يا عم ان انت شاري العرض اللي هو العموله ب 30 جنيه ال 8%، فهنشيل منهم 8%. فبنتكلم كده في ان انت ال 10 كيلو اللي هتعملهم ب 100 هتشيل منهم 8 جنيه، يعني كده بنتكلم ان ال 10 كيلو وقفوا عليك ب 92 جنيه. ما حسبتلكش المسافه اللي انت هتروح فيها للعميل بتاخد وقت قد ايه، ما حسبتلكش ال 10 كيلو دول هياخدوا وقت انتظار قد ايه في المشوار. يعني ال 10 كيلو دول ممكن تعملهم في طريق سريع تعملهم في 10 دقائق، في 12 دقيقة، ممكن تاخدهم في وسط البلد تعملهم في ربع ساعة وفي نص ساعة. وطبعا اغلب العملاء بيطلبوا فليكس، فالانتظار ما بيتحسبش، والمسافة الوقت اللي انت بتقعده ده كله ما بيتحسبش، والزحمة ما بتتحسبش، فكل ده حرق زيادة. فال10 كيلو دول بالمية بنتكلم ان هم وقفوا عليك مبدئيا ب 92 جنيه. النقطة الثانية والمهمة جدا، لتر البنزين بيمشي اغلب العربيات اللي هي المتوسطة والعربيات الموديلات المتوسطة بيمشيها 10 كيلو. لتر البنزين عامل 19 جنيه وربع. تكلفة الزيت لو بنقول ان انت بتحط جيركن الزيت في المتوسط ب 1100 او 1200 وبتغير فلتر ب 1250، ما بتكلمش بقى في اللي بيحط انواع اغلى وما بتكلمش في اللي بيحط زيت 10000، فبنتكلم كده انك هتشيل ربع جنيه على كل كيلو. يعني بنتكلم لو 10 كيلو تكلفتهم 2 جنيه ونص زيت، ف 19 جنيه و2 جنيه ادي 21 ونص، 21 75 قرش، يعني 22 جنيه. فبنتكلم كده في 22 جنيه تكلفة زيت وفلتر فقط لا غير. هنخصم ال 22 جنيه دول من ال 92 جنيه، يعني بنتكلم في ان انت بقى معاك ال 10 كيلو بيخش لك 70 جنيه. فتعالى بقى نشيل من ال 70 جنيه دول فلوس الصيانه العاديه بتاعه العربيه. الكلام ده مهم جدا للكباتن اللي لسه نازله جديد او اللي لسه بيفكروا يشتروا عربيات بالتقسيط، ويروح يدفع مقدمه 100 و200 الف جنيه ويروح يشتري عربيه ويقسط ب 15 و 20 الف جنيه. وحتى العربيات المستعمله النهارده اللي مالهاش لازمه بقت ب 250 و300، ده اقل واجب، ولو بتجيبها بالتقسيط بتدفع لك 400 و500 الف جنيه في عربيه مستعمل 2010 و2011. ده عشان المعارض مفهمينكم ان تحت القبه شيخ وانك هتعمل فلوس قد كده من النقل الذكي. فاحنا النهارده بنحطم الفكره الغلط دي عشان الناس يبقى عندها وعي، والعملاء برضو يعرفوا احنا ليه بنطالب بال10 جنيه. تعالى بقى ان دلوقتي انت شغال بالعربيه، فالفلوس اللي انت بتشيلها دي انا مش هتشيل بقى فلوس للزيت والفلتر، فعايز تشيل فلوس للصيانه والمخالفات والاعطال المفاجاه اللي بتحصل للعربيه، ولا قدر الله لو حصل حادث. فبنتكلم انك هتشيل يوميا، بكلم في واحد بقى النهارده هيشتغل كل يوم 12 ساعه 30 يوم مش هيأجز. انا بضرب المثل النهارده على اقصى حاجه، واحد جاي هينام في العربيه وهيشتغل ال 30 يوم، محتاج بقى ان انت تشيل فلوس صيانه للعربيه وغسيل ونظافه عربيه. فعلى الاقل على الاقل هتشيل 200 جنيه في اليوم. 200 جنيه في اليوم يعني اخر الشهر 6000 جنيه. تعالى بقى اكلمك في النهارده واحد راكب عربيه لانوس او بي واي دي او فيرنا او عربيه لانسر او العربيات اللي هي المتوسطه او تويوتا كرولا او الكلام ده الموديلات القديمه، وهيبقى مثلا العربيه مركب لها غاز، جاي بعد سنه بعد سنتين عايز يغير شورت بلوك. متوسط الشورت بلوك بيبدا من 20000 جنيه، وده القطعه الفاضيه بدون بقى دينامو وموبينا ومش عارف ايه وبقيه قطع الغيار الثانيه. تعالى واحد النهارده بيمشي بالعربيه كتير ومركب غاز برضه او مش مركب غاز والعربيه بتاعته جابت موتور، فانت النهارده بتشيل يوميا 200 جنيه، فال 200 جنيه اللي انت بتشيلها يعني 6000 في الشهر. جه شهر كده انت ما صرفتش على العربيه خالص، فرحت. الشهر اللي بعده ما شيلتش، بقى ده معايا 12000 جنيه بوفرهم في الصيانه، ده انا هاخدهم اصرفهم. جه الشهر الثالث يا معلم بقى غيرت 4 فرد كاوتش او فرده ضربت او عربيه لا قدر الله اتخبطت او حصل عندك عطل او رحت الميكانيكي للصيانات العاديه واي حاجه ثانيه، فانت هتاخد من اللي انت صرفه ده وتحطه في العربيه. قعدت سنه كامله ما تصرفش حاجه على العربيه، هتيجي بعد كده تلاقي العربيه بتاعتك متبهدله
ومحتاج ان انت تعمل فيها شويه صيانات وتيل فرامل وطنابير ومش عارف ايه، انت العربيه بتمشي بيها على طول، فهتلاقي العربيه بتاعتك خدت من عندك مصاريف كتير. فكده كده لازم بتشيل ال 200 جنيه يوميا، ما بتجيش جنبهم. يعني ال 70 جنيه من الكيلو دول هيخسوا شويه وممكن يبقوا 55 جنيه. فانا عايز الناس تحسبها بالتقريب، انا بس بديكوا فكره عامه، مش بعمل حسبه دقيقه. تعالى بقى تشيل مصاريفك الشخصيه، هتنزل، مش هقول ان واحد بيدخن والكلام ده عشان التدخين حرام، فهقول ان واحد هينزل يجيب كوبايه شاي وممكن يشرب كوبايه قهوه، ادي 25 قهوه و10 شاي من على اي عربيه، وهتروح تجيب لك سندوتشين، بنتكلم كده في 20 جنيه فول وطعميه، ما تاكلش اي حاجه غير فول وطعميه، فبنتكلم كده في 50 جنيه. فانت حضرتك المصاريف بس ايه؟ فول وطعميه وكوبايه شاي، واحد قاعد 12 ساعه، يعني ممكن تضرب وجبه كمان، يعني هنتكلم في اقل واجب 100 جنيه في اليوم مصاريف شخصيه. فلو حضرتك ال 70 جنيه في المشوار ال 10 كيلو وعملت لك 10 مشاوير، الكيلو بتاخده ب 10 جنيه، فكده اخر اليوم هيبقى معاك بعد البنزين والكلام ده 700، هتشيل منهم 200 صيانه بقى معاك 500، هتشيل منهم 100 مصاريف بقى معاك 400 جنيه، في 10 مشاوير، كل مشوار الكيلو ب 10 جنيه. ده اللي احنا بنطالب بيه، خدوا بالكم ما تعملوش الحسبه، ما يجيش حد يقول لي ما انت بتكسب اهو وطلعت في 10 مشاوير كل كيلو مش عارف كام، طلعت لك 400 جنيه صافي بعد مصاريفك دي. احنا بننزل نقعد بالساعتين وبالثلاث ساعات عشان نعرف ناخد مشوار بالسعر ده. العملاء بتخش تطلب، وده اللي هوريه لكم دلوقتي، اقل سعر في فليكس، وبتطلب اقل سعر في اندرايف، وفي ناس حتى صغرى. يعني المشوار ال 10 كيلو ده في ديدي، لو هيجي لك وصلني بيبقى ب 67 جنيه او ب 70 جنيه. فاخصم بقى من ال 67 او ال 70 جنيه دول اللي هي موجوده حاليا، اخصم منهم احنا قلنا كام؟ 31 او 35، فال 70 هتخصم منهم 30 ب 40 جنيه. فانت اخر اليوم مش هيبقى معاك فلوس، ال 10 كيلو بقت واقف عليك ب 40 جنيه، بتطلع لك 40 جنيه. يعني في اخر اليوم بقى ال 400 جنيه هتخصم منهم مصاريفك الشخصيه والصيانه، بقى معاك 200 جنيه، لما تشيل منهم 200 جنيه صيانه يوميه. هتقول لي في ناس بتعمل ازيد من كده، اكيد في ناس بتعمل ازيد من كده، ارزاق. واحد قديم وعارف يشتغل ممكن ينزل يقعد 12 ساعه ويجي له في النص كده مشوارين طوال ولا بتاع، وهياخد الكيلو فيهم ب 6 جنيه او ب 7 جنيه. احنا بنطالب بال10 دي في المشاوير المتوسطه والصغيره كده. عشان ما تتوهش مني، انا بعمل لك الحسبه على اعلى سعر اللي هي 10 جنيه. تعالى بقى بعد كده، بقى معاك يا معلم 400 جنيه في اليوم. هتعمل ايه بقى بال 400 جنيه دول؟ انت واحد النهارده راس مالك الاساسي في العربيه دي لما تيجي تبيعها بعد كده، راس مالك الاساسي هتلاقيها عامله 300 و400 الف كيلو. فطبعا لو انت جايبها وبسعر وجيت تبيعها، فمش هتاخد نفس القيمه اللي انت دفعتها فيها. ولو جيت تبيعها عشان تشتري عربيه تانية وتحدث، فهتدفع مبلغ كبير عشان تجيب عربيه في نفس المستوى والحاله اللي جبت بيها العربيه قبل كده. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت واحد النهارده بتشتغل والسكينه سرقاك وبتطلع فلوس، جه عليك ايام مريحه ما عرفتش تعمل حتى الفلوس اللي انا بقول لك عليها، وتاخد المشوار ب 10 جنيه والكلام ده، والشغل بقى قليل. فهتعمل ايه وهتشتغل ازاي؟ مش هتشتغل. لو جيت تعبت وقعدت بقى بعد سن معين وعايز تطلع معاش، مفيش حد يديك معاش، مفيش حد هيصرف عليك، مفيش نقابه ليك، مفيش اي حاجه. ودي بقت شغلانه اساسيه، عشان بعض الناس اللي بتقول لك انتوا يا جماعه اللي اعتبرتوا الشغلانه دي شغلانه اساسيه. لا يا حبيبي، الشغلانه دي في امريكا وفي الخليج وفي الدول العالم كله بسبب الازمه الاقتصاديه بقت شغلانه اساسيه، والشركات بتدفع عليها للحكومه ضرائب. فبالتالي في مصر برضو الشركات دي بتدفع ضرائب، واحنا الشركه بتاخد مننا ضرائب، فالموضوع بقى رسمي. فالمطلوب دلوقتي ان انت ازاي تعرف تشتغل صح، وان الناس كلها تشير الفيديو ده عشان يبقى فيه وعي للناس الجديده اللي لسه شغاله، ولسه بعض الخطيفه اللي بياخدوا مشاوير باسعار قليله بحجه ان عربياتهم قديمه. فالمفروض كمان ان انت على ال 200 جنيه بتاعت الصيانه تعمل لنفسك صندوق اجتماعي، وتشيل منهم كمان 100 جنيه في اليوم، عشان لما تيجي تقعد او لما تيجي تبيع تصفي المشروع وتبيع العربيه بتاعتك، تعرف يبقى شايل جزء فلوس ما بتجيش جنبها خالص غير الصيانه، تعرف تاخد منها فلوس تصرف منها، او تعمل بيها مشروع، او تفتح لك محل تقعد فيه، او يبقى بديل للتامين الصحي اللي انت ما عندكش، او تبقى بديل للمعاش ويبقى عندك مبلغ تصرف منه كل شهر. وطبعا ده ما بيحصلش. يا دوب الفلوس اللي بتيجي دول ال 400 جنيه دول يا دوب مصاريف واحد بينزل يشتغل 12 ساعه، اللي هو لو جبت صنايعي بدراعه يهد لك حيطه ولا يعمل لك اي حاجه، صنايعي مش متعلم، ويهد لك حيطه ويقعد معاك 3 4 ساعات ويشيل شويه راتش وشويه بتاع، بياخد 500 جنيه وما بيبقاش عاجبه. فما تفرحش انت بتقول انا داخل لي 400 جنيه وانت شغال بعربيه ونازل، واللي كان عنده شغل خاص واللي كان عنده شركته واللي كان عنده مش عارف ايه والشغل بتاعه وقع، وفرحان بقى ان معاه عربيته، بعد فتره من الزمن عربيتك دي نفسها مش هتبقى موجوده، هتتبهدل. فبالتالي انت لما بنطالب بسعر عادل عشان يبقى زي اي موظف او زي اي بني ادم محترم، انا مش بشتغل عشان تخش لي اليوميه واصرف منها واروح النهارده ال 400 جنيه دول اجيب بيهم فرخه وكام رغيف فين ولا زبادي وخلصوا، معيش فلوس للطوارئ، معيش فلوس بقى ايه مصاريفي الشخصيه.
مصاريف بيتي، تجيب لبس، تجيب اكل، مدارس العيال، مش عارف ايه الكلام ده، انت يا دوب الفلوس اللي بتخش لك دي تمشيك جنب الحيطه. طيب النهارده بقى انا بكلمك في ال 30 يوم، تعالى بقى كل واحد يا جماعه يقيس الفيديو ده على نفسه، وكل واحد يشوف هو بيشتغل كام يوم وبيشتغل كام ساعه. هتريح 4 ايام فال 400 جنيه دي هتقل، هتريح 5 ايام هتريح ازيد من كده فالفلوس دي هتقل. راكب عربيه حديثه شويه فقطع الغيار عندك غاليه، الفانوس عندك لو اتخبط بكام، الطنابير عندك بكام، التيل عندك بكام، مقاس الكاوتش الفرد عندك بكام، دوست على مطب بلاعه خدت حفره بتغير وكل قد ايه. فتعالى احسبوها صح قبل ما تفكروا ان انتوا تشتغلوا. والناس اللي زعلت عشان اغلب الكباتن النهارده نزلوا، في ناس ما عملتش المقاطعه، في ناس كتير جدا ما بتخشش على الفيسبوك اصلا وما تعرفش. فيا ريت ان احنا نشتغل على التوعيه، كل واحد يعمل فيديو ينزل يعمل تجاربه الشخصيه بتاعته، يقول هو صرف كام على العربيه، ويقول العربيه دي بتاخد مصاريف قد ايه، والشغل بياخد مصاريف قد ايه، وال10 جنيه اللي احنا بنطالب بيها دي اللي هي الحد الادنى. الحد الادنى، والحسبه اللي انا عملتها دي عملتها على الحد الادنى للمصاريف. الواقع وارض الواقع ده اللي احنا هنشوفه بقى مع بعض دلوقتي، ان الكيلومتر في المشاوير الطويله، وهي اغلب المشاوير مثلا اللي هي الصغيره بتبقى قليله ولا تتجاوز ال7 8 جنيه، واغلب عمله اندرايف اللي هي خربت الشركات بيعملوا حاجه اسمها ثغره، يبقى عامل لك مشوار 20 كيلو وحاطط لك فيهم 90 جنيه و100 جنيه. ولما بتيجي تعلي على العميل 10 او 15 او 20 جنيه عشان حتى انت مركب غاز وتاخده بسعر مبلوع، 4 جنيه كيلو 5 جنيه كنا بناخدها من سنتين، ما بيقبلش، لانه لاقي ناس وعارف ان في ناس هتقبل ومضطره تقبل بالسعر ده عشان وراها بيوت وراها التزامات. ويجي بعد كده يقول لك انتوا كباتن طماعه وعايزين تاخدوا 10 جنيه في الكيلو، عايزين تاخدوا فلوس مش حقكم ليه؟ قارن نفسك بالتاكسي. طبعا التاكسي بيدفع ضرائب غير اللي احنا بندفعها، بس انا كخدمه انا باجي لك لحد باب بيتك، بستناك لما تصحى من النوم وتنزل تركب بعد 5 دقايق وما تقوليش انا اسف على التاخير، اغلب الناس كده، وتقعد تتنك وتتجعس وتقول لي شغل لي تكييف واعمل لي مش عارف ايه، وانزلك لحد النقطه بتاعتك وادخلك جوه حاره. طبعا في ناس تدخلك في شوارع ما يعلم بها الا ربنا، التاكسي هينزلك على اول الشارع ويقول لك لا ما بخشش جوه، ما تقدرش تتكلم معاه. فالناس بقت تتعامل مع الخدمه دي بطريقه سيئه جدا، لحد ما النعمه دي ممكن تزول من وشنا كلنا، ونرجع بقى تاني نطلع نقف على الشارع بالساعه والساعتين عشان نلاقي تاكسي ونقعد نتفاوض معاه على السعر اللي هيودينا للمكان اللي احنا عايزينه، ولو في حته مقطوعه بقى ربنا يعينك. دلوقتي انا هفتح تطبيق ديدي، وهنعمل رحله من هنا مثلا لمسجد الحصري. انا دلوقتي قاعد في عين شمس، المسافه حوالي 49 كيلو بالظبط، فهنكتب هنا مسجد الحصري. طيب كده يا جماعه 50 كيلو انا عملت مسجد الحصري في اكتوبر، فكده جايب لي فليكس ب 272 جنيه. يعني الحسبه اللي انا كنت حاسبها في الاول على كيلو ب 10، هنا بنتكلم بعد ما الشركه تاخد النسبه بتاعتها في 50 كيلو، فبنتكلم في ان المشوار كده هيقف عليك ب 250، يعني كيلو ب 5 جنيه. يعني على الحسبه اللي احنا بنتكلم فيها دي حضرتك لو اشتغلت بالسعر ده كده مش هتروح بفلوس. ولو العربيه بتاعتك عطلت ربنا معاك. فندوس بقى على فليكس. طبعا اغلب العملاء ملهاش علاقه بوصلني اللي هو ب 317 الرسمي، يعني اللي هو كده كيلو يعتبر ب 6 جنيه تقريبا. فخلينا ندوس على فليكس وبعدين نعمل دن. طبعا في ناس شغاله النهارده ملهاش علاقه بالمقاطعه وعندها لا مبالاه مش طبيعيه، واليوم ده مش قادر يستغنى عنه، حتى لو يعتبر ان اليوم ده اجازه، انا مش عارف ايه مشكلتهم يعني. ونفتح بقى نفس الرحله دي على اندرايف كده. الرحله المريحه هنا في اندرايف عامله 400 جنيه، تمام؟ فدي تعتبر اعلى من دي. طبعا العملاء هنا ما بيختاروش في اندرايف الرحله المريحه، يجي يشغل دماغه ويستنصح ويطلب لك الرحله العاديه، ويقوم عامل كده يقعد يقلل الاسعار لحد ما يجيب اقل سعر في الرحله، وبقت اقل من دي. بص بقت بكام؟ 245 جنيه في الرحله دي. وبعدين يوم جاي لك في التعليقات بقى يقول لك عربيه مريحه، عربيه حديثه، مكيفه، السائق يهرش لي وينزل يفتح لي شنطه العربيه ويشيل لي الشنط. يعني في ناس ما عندهاش دم بتعمل كده كتير. نعمل بحث هنشوف الناس بقى عندها وعي ولا لا، وهيحل هيجي لي عروض هيقبلوا بالسعر ده ولا لا. كل ده انا باكد تاني ملوش علاقه بالحسبه اللي انا حسبتها على ان احنا بنطالب ليه الكيلو يبقى ب 10 جنيه، ده هنا كيلو ب5 وب6 جنيه. هنشيل منها المصاريف اللي انا قلتها دي كلها، فحضرتك هتروح بقى لو عملت 10 مشاوير بالسعر ده هتروح مثلا معاك 500، صفيت 700. هتشيل منهم الصيانه ومصاريفك الشخصيه وفلوس لو تامين ليك، وده مهم جدا، ده مش كلام رفاهيه ان انا اقول لك شيل تامين، ده مهم جدا. لانك انا شفنا ناس بتتعب وناس بيحصل لها ظروف وناس بتقعد وما عندهاش تامين، ودي شغلتها الاساسيه وبيتسوحوا حرفيا، فما بيلاقيش حد يصرف عليه. فلازم ان انت تشيل صندوق اجتماعي كده في البيت على جنب تعمل لك تامين.
فيا ريت يبقى اللي عنده اقتراحات في الموضوع ده يبقى يقولها يعني. اتمنى الناس تكون فهمت، وكده خلصنا الفيديو. في ناس بقى عندها وعي في اندرايف بيحطوا لي 300 وبيحطوا لي بتاع، بس هم طبعا ما عندهمش وعي. ليه بقى؟ لو هو طلب الرحله بالسعر العادي، انا وريتكم ان الرحله دي بالسعر العادي كانت عامله 400 جنيه، انا اللي قللت السعر وخليته اقل من السعر العادي، فخليته 245. فاللي بيحط 300 ده بياخد بالسعر اللي هو ايه، فاكر ان هو بيقسم البلد نصين من الاخر كده، فتعتبر دي اسعار مش حلوه يعني، فاهم؟ فالمفروض بدايه التفاوض بقى في الشركات دي ان انا لما اجي اقلل ما ينفعش اقلل عن اللي هو يبقى كيلو في المشوار الطويل ده 7 جنيه. يعني مثلا بنتكلم 350، ما اقللش انا عن 350، وبعد كده نبدا بقى واحنا طالع نتفاوض. انما انت سامح بالاسعار دي، فبالتالي بننزل نقعد في الشارع ساعات عشان نعرف ناخد مشوار بالسعر العادي، لان العميل متاكد ان هيجي له كابتن مركب غاز زي كابتن ابو سريع الخطيف وياخد المشوار ويقول لك ده انا كيلو بيكلفني جنيه، ايه المشكله يعني؟